عملت كذا فيديو عن الشغل الحُر، واتكلّمت بقى عن مميزات الشغل الحُر وعيوبه ومميزات الوظيفة وعيوبها، وعملنا كل الكلام الجميل ده كلّه واتكلّمنا فيه. الفيديو اللي فات كنت اتكلّمت عن إيه الحاجات اللي تاخد بالك منها لو أنت بتفكّر إن أنت تشتغل شغل حُر أو إن أنت بالفعل اشتغلت شغل حُر بجانب الوظيفة بتاعتك. هافترض دلوقتي إن أنت واحد خلاص يعني اعتمدت الشغل الحُر وبقيت راجل freelancer كده والدنيا معاك تمام. في روتين بقى كلنا بنقع فيه، ويعني أنت من غير ما تحس بتلاقي فجأة كده شكل حياتك اتحول للشكل اللي أنا هاحكيه كمان شوية، واللي هو بالمناسبة وضعي ووضع معظم الناس اللي شغالين freelance. فهاقول لك على الروتين اللي بيحصل معانا كلنا، واللي هو بالمناسبة لو حد شغال شغل حُر بيتفرج دلوقتي عليَّ يا ريت يأكد لي المعلومة دي في الكومنتات. يعني مش عارف هو أنا لوحدي اللي عايش في الروتين ده والّا كلنا؟ اللي أنا طبعًا لسه هاحكيه دلوقتي. فهاحكي لك الروتين اللي معظمنا بيعيش فيه، في نفس الوقت هاقول لك إزاي عدّلت الروتين ده، لإن خلّي بالك الروتين اللي كلّنا بنعيش فيه كناس شغّالة شغل حُر ده بيبقى روتين مميت. يعني حرفيًا أنت بتلاقي نفسك اللي هو يا ريتني ما عملت في نفسي كده، تلاقي نفسك هييجي عليك يوم اللي هو يا ريتني ما اشتغلت شغل حُر. ده بيبقى بسبب إيه؟ بسبب الروتين اللي هاتكلّم فيه دلوقتي، ويعني أنا جاي لك من المستقبل وهاقول لك الروتين الصح اللي المفروض تعمله عشان ما تندمش بعدين. فعايزك بقى تروح تعمل كده كوباية الشاي والّا كوباية القهوة والّا أي حاجة أنت هتشربها، عشان عايزك تركّز معايا، يعني كمّل الفيديو للآخر كده وركّز معايا، وما تخلّيش أي حاجة تشتتك بقى. يعني لو أنت بتتفرج عليَّ على الموبايل ما تسيبنيش بقى وتروح للnotifications اللي هتطلع لك، أيوه ركّز في الفيديو للآخر، ولو أنت بتتفرج على الكمبيوتر أو على التلفزيون فابعد عنك التليفون، عايزك تركّز معايا كده، لإن الفيديو بتاعنا هيكون في شكل ممتع، هاحكي لك قصة كده. روح اعمل الشاي بتاعك والّا القهوة، ما تنساش طبعًا إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويالّا بينا نشوف الموضوع بتاعنا. صلّي بينا على النبي وتعالَ احكي لك إيه حكايتي كده من فترة. كنت باعمل إيه وإيه اللي كان يعني بوّظ حياتي وصحتي الجسمانية والنفسية وكل حاجة، لإن أنا مش عايزك يحصل فيك زي ما كان بيحصل فيّا. still بيحصل فيّا شوية بس برضه يعني. يعني هاقول لك على الروتين بتاعي قبل كده، وهاقول لك دلوقتي أنا باعمل إيه عشان ما يحصلش فينا الكلام ده. صلّي بينا على النبي كده وتعالَ ندخل بقى إيه في الحدوتة بتاعتنا. أنا واحد من الناس باحب أبدأ يومي مع صلاة الفجر. يعني أنا مقتنع دايمًا إن أنت يومك لو ابتديته بعد صلاة الفجر، فأنت كده يومك هتقدر تستفيد بيه استفادة كاملة، ويعني هيبقى يومك فيه بركة. دي قناعتي، أنا شايف كده. يعني أنا بصراحة ما باحسّش الناس اللي يقول لك لأ والله أنا باحب أشتغل بالليل وأنام الضهر ما لأ، أنا الناس دي ما بتجيش معايا. يعني أنا شايف إن الصح إن أنت تنام على 10، 11 وتقوم مع صلاة الفجر. معلش امشي معايا، حتى لو أنت مش مقتنع باللي أنا باقوله امشي معايا. المهم كنت باعمل ده بالفعل، والحمد لله دي كانت الحاجة الوحيدة الصح اللي في الروتين. كنت باعمل ده، ييجي ميعاد الصحيان كنت باصحى على الساعة 04:00 كده، صحيت الساعة 04:00 والمنبه رن والدنيا تمام، أول حاجة باعملها أول ما أفتح عيني، أقوم جاي ماسك البتاع ده وأقعد أشوف بقى إيه، يعني مين عمل إيه. عارف اللي هو طبيعي كلنا بنعمل نفس الحركة، أقوم جاي ماسك الاختراع المنايل بنيلة ده، مين عمل إيه وإيه الإشعارات اللي جات لي والرسايل والكلام الفاضي ده كله. بيبقى قدامي حاجة من 2، يعني في حاجة من 2 بيحصلوا، يا إما وأنا باقلِّب في التليفون كده أتسحّل بقى مع الreels ومع البوستات ومع الكلام ده كلّه، يا إما إن أنا أشوف رسايل تستفزني، وكان في معظم الوقت إن أنا باشوف رسايل بتستفزني، عميل بقى طالب تعديل، عميل بيفاصل، أيًا كانت يعني حاجات من الحاجات اللي اتكلّمنا فيها في الفيديو اللي فات. فطبعًا في الحالتين كان بيبقى في ساعتين 3 كده راحوا في اللاشيء. بدأت بعد كده إن أنا والله مش هافتح السوشيال ميديا، يعني أول ما أصحى من النوم مش هافتح سوشيال ميديا، ولكن هابُص على الرسايل. فstill برضه بقى في حاجة مش فكرة بقى بتضيّع وقت، ولكن هي حاجة بتبوّظ لك أول ساعة في يومك. واكتشفت بعد كده إن أول ساعة في اليوم دي هي اللي بتحدد بقى مزاجك وإنتاجيتك وكل حاجة في اليوم كله. المهم كنت ألاقي رسالة من دول تستفزني والّا تعصبني والّا أيًا كان إيه اللي بيحصل، فطبعًا أتعكنن شوية، أبتدي بقى إيه، طب هاقوم أعمل قهوة عشان أفوق. أقوم أعمل قهوة، طول ما أنا قاعد باعمل قهوة والّا أنا باعمل أي حاجة، أنا قاعد بافكّر في الموضوع اللي ضايقني أو الشغل محتاج تعديل أيًا كان. المهم قُمت زي ما أنا كده بالبيجامة، عملت كوباية القهوة،
لان طبعا احنا بنشتغل من البيت، معظم الناس اللي بتشتغل شغل حر بيشتغلوا من البيت. قمت بالبيجامه، عملت كوبايه قهوه وقعدت قدام الكمبيوتر، وكنت فاكر في البدايه ان الواحد لما هيشتغل من بيته ببيجامته دي هتبقى نعمه بقى وحاجه يعني قمه الراحه، وهنكتشف بعدين ان هي حاجه مؤذيه جدا. بس قعدت قدام الكمبيوتر بالبيجامه وقعدت اشتغل والدنيا تمام. كل شويه الاقي حد من اللي معايا في البيت، اللي داخل يطلب حاجه واللي عايز يعمل حاجه، لان هم مش عارفين انت شغال ولا مش شغال. هم بالنسبه لهم انت واحد قاعد في البيت، فهم مش مدركين ان انت دلوقتي شغال. المشكله بقى ان مش هم لوحدهم، المشكله ان دماغي كمان بقت معتقده نفس الاعتقاد، لان يومي بقى داخل في شغلي. انا ما بقتش عارف هو انا امتى شغال ولا امتى مريح ولا امتى انا اجازه ولا امتى انا نايم. ما بقاش في وقت محدد لاي حاجه في اي حته، بقت كلها داخله في بعضها، اللي هو انت عايش وفي نفس الوقت شغال وفي نفس الوقت انت هتنام كلها بقت داخله في بعضها. طبعا دي مش عيشه، ويعني عايز اقول لكم الواحد نفسيته باظت خالص، ويعني بقيت صحيا برضو الدنيا مش تمام وكل حاجه باظت. بقيت بقول لنفسي يا ريتني ما سبت الوظيفه، ويا ريتني بقيت بنزل اشتغل زي الناس. فكره الشغل من البيت دي لقيتها ان هي مؤذيه جدا. فطبعا قصه حياتي اللي حكيتها لك دي انت غالبا عايشها، لو انت شغال شغل حر فانت عايش القصه اللي انا بحكيها دي. تعال بقى اما الحقك واقول لك هو القصه اللي انت عايشها دي يعني بعد فتره هتكون وصلت لايه. يعني انا هقول لك دلوقتي على اضرار الروتين ده، وهقول لك ازاي حاولت ان انا اصلحه. تعال نمسك الاول هو ايه اللي هيحصل فينا لما نفضل عايشين بالشكل ده. طبعا انت لو عشت بالشكل ده في اول شهر شهرين ثلاثة 6 شهور يا سيدي هتكون مبسوط ومستمتع جدا، هتكون حاسس ان والله انا ارتحت من المواصلات بقى ومن الزن ومن الدوشة ومن عليك مدير والكلام ده كله. ولكن بعد فترة انت هتلاقي نفسك بتنهار. تعال نمسك بقى الروتين ده ونشوف اضراره ايه. اول حاجة كده انت لما بتصحى من النوم وتمسك الموبايل، زي ما قلت لك انت يا ساعتين هيروحوا كده ويمكن اكتر كمان في اللا شيء، يا اما بدايه يومك هتبدا بعكننه وحاجه موتراك، حاجه معصباك ايا كان. فطبعا انت اليوم كله باظ اصلا، يعني حتى لو تهيأ لك ان انت هتفصل وهتعمل، لا هو اليوم كله باظ. تاني حاجه فكره ان انت بتشتغل وانت بلبس البيت عادي والدنيا وانت قاعد في البيت وكل حاجه، انت هتلاقي نفسك خلاص انت مش عارف هو انت امتى شغال وامتى مش شغال، فهتحس ان انت شغال 24 ساعه. وهو ده اللي هيخلق عندك البرن اوت، هو ده اللي هيخليك انت نفسيا خلاص ما بقتش طايق الشغل، لان هو الشغل فعليا ب 24 ساعه. في الحقيقه هو انت ما بتكونش شغال 24 ساعه، ولكن دماغك هي خلاص هي سيستمت الوضع ان انا دلوقتي ده مكان شغلي، ومكان شغلك هو مكان عيشتك، فهتلاقيها ان الاتنين دخلوا في بعض وهتحس ان انت شغال 24 ساعه. تالت حاجه هتضرك برضو في الروتين ده وهو التشتت بقى، ان انت هتلاقي نفسك والله الحاجه الله يبارك لها جايه، انا عامله الغدا، انا عامله مش عارف ايه، خد الحاج الله يبارك له برضه هات لي مش عارف ايه، اعمل لي ايه، اخواتك، هتلاقي الدنيا باظت منك. وهتلاقي نفسك بقى كل ما هتدخل في الورك فلو بتاعك واللي هو خلاص انت بدأت تندمج وتشتغل، هتلاقي حاجة هتخرجك، وعشان ترجع تاني هتاخد وقت برضه، فهتلاقي ان الانتاجية بتاعتك قلت ما زادتش. يعني الشغل اللي انت كنت لو قعدت مركز كده هتخلصه في 3 ساعات، انت محتاج 6 ساعات عشان تعمله، بسبب ان كل شوية حد بيقطعك. وشغلانة الفريلانس بنسبة كبيرة هي معتمدة على الإبداع وعلى الخيال وعلى التركيز وعلى القصص دي كلها. يعني أنت مزاجك حلو ومركز أنت هتطلع شغل 10/10. حد كل شوية يخيلك ومزاجك وحش أنت يعني شغلك هياخد منك وقت طويل جدا، وغالبا العميل مش هيعجبه الشغل ده. الحاجة اللي بعد كده اللي هتبوظ بالمرة ما كل اللي فات باظ، الحاجة اللي بعد كده اللي هتبوظ وهي علاقاتك الاجتماعية بقى، لأن خلاص يا باشا أنت ما فيش لا علاقات اجتماعية ولا في بتنجان، لأن أنت دايما في حاجة بتخرّجك من الشغل اللي أنت كنت شغال فيه، فأنت محتاج تقعد ساعات أكتر عشان ترجع للحالة اللي كنت فيها، فهتلاقي يومك كله هو اتحرق في الشغل، اتحرق في الشغل وفي نفس الوقت اتحرق في حاجات تانية. الحاجات التانية دي هي دماغك مقتنعة إن أنت في الوقت ده شغال برضه، فهتلاقي إن يومك كله اتحرق، وهتلاقي إن أنت مش عارف تاخد إجازة ولا عارف تنزل تشوف حد ولا عارف تعمل أي حاجة، فعلاقاتك الاجتماعية كلها هتبوظ. والحاجة الأخيرة اللي هتبوظ ودي بقى اللي هتدمر لك صحتك فعلًا وهي النوم. هتلاقي نفسك انت ما انتش عارف انت بتنام امتى وبتصحى امتى، الدنيا خربانه. انت بتنام وقت ما بتلاقي نفسك ايه فاضيت شويه، وبتصحى وقت ما بتلاقي نفسك مطلوب منك شغل والدنيا بايظه. تعال بقى اقول لك ازاي نعالج القصه دي، وتعالى نتخيل الروتين بقى بعد التعديل. واللي انا هحكيه لك دلوقتي انا ما بعملوش 100%،
ولو عملته اسبوع بيبقى اسبوع لا، ولكن تخيل معايا الروتين ده انا هعمل اسقاط على نفسي بحيث ان يبقى الموضوع ممتع ليك. دلوقتي يا سيدي انا بقيت اصحى الفجر، بدل ما بمسك الموبايل انا بنزل اتمشى، وده بيحصل فعلا الحمد لله، يعني الحمد لله اليومين دول انا بقيت اعمل كده، فالحمد لله ادعوا لي بقى ان انا اكمل في اللي انا بتكلم فيه ده. ولكن بقيت بصحى الفجر، اول حاجه انزل اصلي الفجر في الجامع، وبعد كده طبعا كل ده ما باخدش معايا الموبايل ولا حاجه، الموبايل مركون من ساعه ما نمت، يعني من اول ما نمت كده. وعلى فكره قبل ما بنام ببقى حاطه بعيد عني، حطه على الشاحن ولا شوف هتعمل فيه ايه، وحطه بعيد عنك خالص. هتقول لي طب المنبه هصحى ازاي؟ هقول لك المنبه انت ممكن، انا عن نفسي انا كاحمد بظبط اليكسا، عندي اليكسا بتصحيني، ورابطها كمان على النور وبتاع، فهي مش محتاجه تصحيني بصوت، هي بتصحيني بالاضاءه. مش ده موضوعنا، يعني لو انت عايز تدخل في الامور التقنيه دي روح على القناه بتاعت التكنولوجيا، ولكن مش ده موضوعنا. انت ممكن تجيب منبه عادي جدا، تجيب منبه من اللي هو العقارب العادي القديم ده، او حتى الديجيتال. هات المنبه واركن موبايلك بره. اول ما بصحى من النوم كده ايه اقوم جاي نازل اصلي الفجر، وبعد صلاه الفجر اتمشى بقى لحد ما الشمس تطلع، بحيث ان انا اوري عيني النور، ان عينك تشوف النور ده هيعود جسمك ان انت خلاص في ساعه بيولوجيه بقى اللي هو احنا دلوقتي الصبح. وعايز اقول لك هيأثر في نفسيتك تأثير يعني كبير جدا. فكره ان انت تنزل كده تتمشى، وعلى فكره ده احلى وقت تتمشى فيه، الدنيا فاضيه وانت ملك زمانك، انت ماشي في الشارع مع نفسك، تتمشى كده، تشوف الشروق والدنيا حلوه، ترجع بقى. بقيت ارجع بقى بعد ما بخلص، ما برجعش على البيت، برجع على الاستوديو. حاولت ان انا افصل في فتره ما، حاولت ان انا افصل مكان الشغل عن مكان البيت، وبقيت ان انا بنزل اخد اللاب واشتغل في كافيه. انا واحد من الناس ما بعرفش اشتغل وجنبي دوشه، فكره ان يبقى في بقى كلام ودوشه ومش عارف ايه، الكلام انا ممكن اتقبله، اللي هو وايت نويز شغاله، هي ما بتبقاش وايت خالص بس يعني في نويز كده في الباك جراوند فماشي. لكن اكتر حاجه بترازيني فعلا لما يكون المكان اللي انا قاعد فيه مشغل اغاني ولا مشغل حاجه، ما ببقاش عارف اركز في اللي انا بشتغل فيه. قلت مش مشكله، جبت الايربودز وحطيتها في وداني وشغلت نويز كانسليشن وكل ده ورا عني. انا قاعد برضو مش مرتاح، يعني عارف اللي هو تمام، انا دلوقتي مثلا يا سيدي عايز اروح الحمام، هسيب الحاجه اللي معايا دي لمين؟ هاخدها معايا. طب مش يعني عارف اللي هو الوضع ما بيكونش مريح، بتلاقي نفسك ان انت اخرك 3 4 ساعات وخلاص انت استويت. طب انا عايز اشتغل اكتر من كده، يعني انا عايز اقعد شويه كمان، تلاقي نفسك انت خلاص مش قادر. المهم خدت قرار ان والله بالفلوس اللي انا هدفعها في الكافيه دي، لان برضو الموضوع بيكون مكلف، يعني الموضوع مش رخيص، فاخدت قرار اللي هو ايه، انا هفتح استوديو كده، هأجر شقة واعملها استوديو هي مخصوصة للشغل، مخصوصة للشغل بقى لتصوير اليوتيوب والكلام ده. وقد كان، فبقيت بنزل بعد ما بتمشى واعمل الكلام الجميل اللي قلت لك عليه من شوية ده، اطلع على الاستوديو. الاستوديو ده بقى انا ايه مجهزه ومروقه كده، مكنة قهوة، الكاميرات والإضاءة والدنيا سايبها كلها في الاستوديو. هروح على الاستوديو اعمل كوبايه القهوه الحلوه، اقعد اعمل السكريبت واصور الفيديو، وابتدي بقى ايه بعد ما بصور ابتدي اشوف بقى شغل العملاء والشغل اللي عندي. وفي نقطه بقى هي ممكن تبان رفاهيه لناس كتير، وناس كتير ساعات تقول لي اللي هو انت ليه عامل في نفسك كده، وهي ان انا ماشي بموبايلين. ليه ماشي بموبايلين؟ يعني في ناس كتير تقول لي يعني ليه ماسك موبايلين، ما كفايه واحد. لأ، هو الموضوع ما بتبقاش فكرة إن أنت ماسك موبايلين كده على الفاضي، ولكن أنت كواحد شغال شغل حُر، الموضوع ده مهم أوي وعايزك تعمله. شوف أي موبايل قديم عندك وخلّيه الموبايل التاني بتاعك. بقيت باعمل إيه بقى بالموبايلين؟ معايا موبايلي الأساسي اللي هو في إيدي دلوقتي، وده على فكرة فعليًا ده موبايلي الأساسي، وده اللي بيكون عليه الشغل. موبايلي الأساسي خلّيته عليه الشغل، عليه بقى الحاجات اللي هي مثلًا اليوتيوب ستوديو، الأوتلوك، النوشن، جوجل كالندر، جوجل كيب، الحاجات اللي هي فيها إنتاجية. وعشان أنا باحب أكتب الscript أو ساعات بتيجي في بالي أفكار، فباحب إن أنا أكتبها بإحساس الورقة والقلم، فعشان كده أنا مخلّي موبايلي الأساسي هو السامسونج عشان فكرة القلم. مش لازم تعمل كده، ولكن أنا باقول لك يعني أنا باحكي لك حياتي. المهم خلّيت ده موبايلي الأساسي، وخلّيت ده الموبايل اللي هو بتاع الترفيه، اللي هو من الآخر كده أنا هابتدي شغل، الموبايل ده ما علوش أي social media، هو الواتساب بس. هابتدي شغل
ده بيتقفل ويتشال خلاص. طيب انا دلوقتي خلاص اللي هو خلصت الشغل، عايز اقول لك ان وقت الراحه ما تريحوش برضو على الموبايل التاني، يعني ما تريحوش على الموبايل اللي هو عليه السوشيال ميديا بتاعتك، لا، وقت الراحه تريح، تقفل عينك كده وتريح. المهم ان خليت التليفون ده هو اللي عليه الانستجرام بقى والفيس والدوشه دي كلها، ده انا بستخدمه لما بكون في البيت، شكرا. غير كده هو التليفون ده مقفول. وهقول لك تركايه كده هتساعدك في الموضوع ده، خلي الموبايل الاساسي بتاعك هو الموبايل الحلو الممتع اللي هو مواصفاته عاليه. يعني انا هنا مخلي الاس 26 الترا هو الموبايل الاساسي. ليه؟ لان هو ممتع والشاشه جميله ومش عارف ايه، فمخليه هو الموبايل الاساسي عشان يوم ما همسكه انا هكون مبسوط وانا ماسكه، يعني مرتاح وانا بستخدمه. هو معلوش سوشيال ميديا، فانت هتمسكه هتبقى مستمتع بالشغل اللي انت هتعمله، يعني اللي هو انا هقعد اكتب سكريبت ولا هقعد اعمل اي حاجه انا مستمتع بمسكته، فتمام. الموبايل التاني بقى حاول ان هو يكون تردد الشاشه قليل، يعني انا هنا مثلا الايفون 15 ده اللي هو تردد الشاشه قليل نوعا ما، اذا ما قورن بالاس 26 فهو ممل، انا عايزه ممل. شوف اقل تليفون ممكن، لو انت حتى معكش موبايل تاني شوف اقل تليفون ممكن تشتريه خليه هو للسوشيال ميديا. المهم ان الموبايل بتاع السوشيال ميديا ده يكون يعني بطيء او شاشته تقيله او ما يكونش ممتع، ما يكونش مغري ليك بمعنى اصح، بحيث ان انت اصلا لما هتمسكه هتلاقي نفسك انت اتخنقت، يعني اللي هو خلاص هو الموضوع بقى، ما انا مش همسك من التليفون الاساسي بتاعي اللي هو بشاشه حلوه وتردد عالي وبروسيسور عالي ومش عارف ايه، همسك ده وبعديها همسك ده، فهحس ان انا مش مرتاح. وده اللي احنا عايزين نوصل له، ان انت بطريقه غير مباشره بتبتدي تقلل استهلاكك للسوشيال ميديا. انا دخلتك في حته تانية، ولكن انا بقول لك كروتين يخليك ما تضيعش وقت وفي نفس الوقت ما تهلكش دماغك في حاجه ملهاش لازمه. المهم يا سيدي مش هاخدك في القصه دي كتير، ولكن بعد ما عملت الموضوع ده انا عايز اقول لك نفسيتي بقت احسن، لان بقيت بشوف الشمس، طبعا ابتديت يومي بصلاه الفجر وكده، فنفسيتي بقت احسن كتير. صحيا بقيت احسن لان انا بتمشى شويه حلوين، يعني تخيل انت من صلاه الفجر لحد الشروق مثلا بتمشى لي بتاع ساعه ولا ساعه ونص. طب التمشيه دي انا بعمل فيها ايه؟ التمشيه دي انا بسرح فيها بقى بافكاري بقى، دماغي عماله بقى ايه تفكر في الشغل وفي الدنيا ايه مع نفسي كده، اللي هو انا سرحان في اللي عندي. هتلاقي نفسك مشيت مسافه وشفت الشمس والدنيا حلوه وشميت هوا نظيف، وفي نفس الوقت انت خططت لليوم بتاعك. بمناسبه كلمه التخطيط دي، فخطط اليوم بتاعك قبل ما تنام. يعني انا النهارده اللي هعمله النهارده انا كتبته على الجوجل كالندر امبارح قبل ما انام. ولو عايزين اعمل لكم فيديو ازاي بستخدم الادوات اللي هي بتاعت جوجل كالندر ونوشن والكلام ده كله في ان انت تدير حياتك وتدير يومك وشغلك والدنيا دي، قولوا لي وهقول لكم يعني بعمل ايه لو انتوا يعني مهتمين بحاجه زي كده. المهم ان الروتين ده لما عملته بقى يعني صحتي احسن، نفسيتي احسن، بنتج اكتر، وفي نفس الوقت العلاقات الاجتماعية بقت أحسن، لأن خلاص اللي هو كل حاجة اتفصلت وكل حاجة بقت معروفة هي هتتعمل فين وإمتى. فأنا عملت الفيديو ده عشان لو أنت واحد عايش في الروتين الأولاني أرجوك اطلع منه، حاول إن أنت تخرج منه. يا سيدي أنت مش هتقدر إن أنت تعمل مثلا مكان مخصوص للشغل، اعمل ركن في الأوضة بتاعتك للشغل، وفهم اللي معاك إن أنا طالما قاعد هنا فأنا قاعد شغال. حاول إن أنت يعني تاخد اللي أنا قلته ده واعمل إسقاط على حياتك أنت، وابتدي قسمها بالشكل اللي يناسبك، ولكن أهم حاجة إن أنت تبتدي تفصل كل حاجة، خليها إيه، كل حاجة لوحدها. وأهم حاجة طبعًا إن أنت تبدأ يومك من الفجر. سيبك بقى من فكرة أصل أنا باحب أشتغل بالليل، وأصل أنا ما بارتاح لمّا باكون سهران، وأنا باحب أسهر وأنا ما باعرفش أصحى بدري. سيبك من الكلام ده، اسمع مني، اصحى الفجر وأنت هتلاقي نفسيًا وصحيًا ومزاجيًا وكل حاجة، أنت كل حاجة في السما. يعني لو أنت لسه بادئ كده في موضوع الشغل الحُر وعايش في الروتين الأولاني، أنت ممكن تكون مش حاسس بحاجة دلوقتي ولكن هتحس قدّام. أنا جاي لك من قدّام بقى. أتمنى يكون الفيديو فادك، ولو استفدت أي حاجة ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، حُط لي كومنت كده صبّح والّا مسي، وأشوفك إيه الفيديو اللي جاي. سلام.